السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات الرساله اللي وعدنا حضراتكم بيها. نتكلم النهارده في حلقه جديده نسال كل حلقه بايه من كتاب الله عز وجل، مكملين في سوره النساء. ربنا عز وجل بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. دي كانت آية النهارده. ندخل في حلقة النهارده عشان دايما ما تجريش بينا. حلقة النهاردة بتتكلم عن لو كان عندي ضرس عقل وجعني وعايز أجله، ده هيكون أحسن ولا لأ؟ لو مثلا هو بيوجعني وبيخف، باخد له علاج يخف، يوجعني تاني ويرجع يخف، الأفضل في اللحظة دي إن أنا أخلعه بدري أحسن. زي ما بقولك، المشكلة لما تتحل ببدايتها ومن جذورها بيكون أحسن لك. هتقعد تأجل وتماطل. يعني لسه كانت في حالة جالها هيدا، فكان في طفل عنده ضرس يعتبر ضرس سادس، عنده 12 13 سنة، متاكل خالص يعتبر فيه بس جذور هي اللي باقيه او حتت من الجذور كمان. فعامل كان الضرس على مدار السنه بيقول لي هو ملتهب ومش عايز يخلعه، كان زي ما يكون مهمل مكبر الفكره من دماغه. كان دايما بيحاول ان هو يعمل ايه، ياخد له دواء، كل ما التهب ياخد له دواء لحد ما الالتهاب طالع ما بين الجذور. فانا على ايه اخلي كل مشكله تحل في اولها. اشوفكم الحلقه الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.